في مقولة أنا مؤمنة جدا بيها وكانت دايما جوايا وفي عقلي: الضربة اللي ما بتموتش بتقوي. وأنا بضيف عليها إن القوة الحقيقية بتيجي بعد الكسر، لأن ده اللي عشته وكنت فيه. الكلام ده مش مجرد شعارات، دي حقيقة. حقيقة مش حقيقة حياتي وحكايتي لوحدي، حقيقة ستات كتير. البداية كانت فيه اليوم اللي كسر لي فيه دراعي وهو فاكر إنه بكده بيكسرني، وشايفني حاجة سهلة بتتلوي، مش ست ليها كرامة وروح وقلب. كان متخيل إن الألم هيخلق مني كائن ضعيف لين يرجع يطيع وزي ما هو عايز. ما كانش يعرف إن اليوم ده هو نفسه اليوم اللي فقت فيه ونظرتي وضحت أكتر. اليوم اللي وصلت له وأنا شايلة ألم دراعي المكسور جوايا، كنت كمان شايلة قرار مزروع في قلبي من نار سنين عشتها جوا بيته اللي كان بالنسبة ليا سجن. وقفت قدام المراية وقلت: أنا لازم أرجع لنفسي قبل ما أضيع، لازم أخرجه من حياتي وحياة ولادي وللأبد. أنا اسمي سمية، وجاية أحكي لكم حكايتي اللي واثقة إن بيها هتغير حياة ستات كتير عاشوا نفس حياتي وداقوا مرار معاناتي وألمي. الكل دلوقتي شايفني ست قوية واقفة ثابتة قصاد أي شيء صعب، لكن محدش شاف الطريق اللي مشيته أنا مكسورة، ولا دموع اللي نزلت من غير الصوت سنين طويلة. في الأول كنت عارفة إن جوزي ما كانش شبه أحلامي، ولا كان شبه روحي اللي كنت عليها. وأيوة، كنت عارفة كويس إن بيني وبينه فروقات كتيرة قوي وكبيرة، مش بس فرق في الطبقة الاجتماعية، لكن كمان في التفكير، في التربية، وفي النظافة النفسية والإنسانية. بس ساعتها كنت صغيرة وكان قلبي أوسع من عقلي. كنت فاكرة إني هقدر أروضه، أغيره، أعرفه يعني إيه بيت ويعني إيه سكن ويعني إيه حياة زوجية بين أي زوجين مبنية على المودة والرحمة وعلى الفطرة اللي ربنا خلقها جوايا. لما اتقابلت بيه حكالي حكايته، حكاية مأساوية عن طفولته اللي اتظلم فيها واللي محدش قادر يحس بيه وإنه محتاج حد يحتويه. وبصراحة مش هقول إنه غباء مني لما صدقته، لكن أنا صدقت كلمته لما قال لي نفسي أتغير بجد، نفسي أحس إني بني آدم. صدقت كل كلامه، وقفت قدام أهلي اللي حذروني منه وقلت لهم أنا هقف جنبه، ده شخص اتظلم وأنا هقدر أعوضه. كنت طمعانة في إنه هيشوف موقفي ده موقف إنساني وهيقدره ويقدرني كويس بإني ما رفضنيش زي ما كل اللي حواليه رفضوه وجوده. لكن كانت الحقيقة إن الظلم اللي عاشه خلق منه شخص ظالم، والمصيبة إنه لما قرر يظلم ظلمني أنا كنت الشيء الحلال اللي ينزل عليه غضبه من كل اللي أذوه، الحيطة اللي يفرغ فيها قهره. كنت بسكت وبقول معلش، يمكن يجي اليوم اللي يفهم فيه، يمكن يتغير ويعرف يحب. لكن كانت السنين بتعدي بالإهانة والتقليل والخيانة، واللي كان بيرجع يقول بعدها على فكرة أنت السبب، أنت اللي ما قدرتيش تفهميني. حتى المصاريف كان مفكر إنه بيصرف على البيت أفضل حاجة، مع إني كنت بصرف قده مرتين. لكن هو ما كانش بياخد باله غير من فلوسه، وكأن اللي بعمله ده واجب عليا، واللي هو بيقدمه من حقه إنه يمن علينا بيه في كل نفس بنتنفسه جوه بيته. لحد ما جه اليوم اللي اتقطع فيه آخر طرف حبل كنت ماسكاه بإيديا اللي كسرها لي. اليوم اللي صرخ في وشي وسمعني أفظع الكلام، وما اكتفاش بكده، لا ده كمان رفع العصاية عليا كأنه بيخاطب حيوان مش إنسانة. ولما مديت إيدي أحاول أحمي نفسي كسرها من غير حتى ما يفكر يعتذر أو يحس بندم، وكأنه ما عملش حاجة. لا ده كمان سابني ومشي، سابني موجوعة جسد وروح. يومها خدت ولادي جوه حضني وقررت إني لازم أحميهم منه، لأنه ما يستحقش إنه يكون أب ليهم. هو كان بيعلمني طول السنين اللي فاتت دي إزاي أسكت وصوتي ما يطلعش قدامه، لكن نسي كمان إني اتعلمت مع السكوت والكتمان بإن قوة الست تتخلق من بركان خامد هيجي وقت عليه ويثور. يوم لما رجعت من المستشفى ما قعدتش أبكي،
لكني قعدت أخطط وأكتب أهدافي، أكتب إني همشي وهخرج حتى لو بعد سنة، بعد 2 أو بعد 10، لكني في الآخر هخرج. وبدأت أتعلم كل اللي محتاجة أعرفه وأفهم أكتر عن الدنيا اللي بره. اشتغلت، مش هقول المشوار كان سهل، لكن كل ما كنت بقع بقوم أقوى من الأول. كل ما كان بيحاول هو يكسرني تاني كنت بقف قصاده، مش دخول معاه في صدام وعراك، لكن كنت بقف بتفكيري اللي بيكبر وهدفي اللي بسعى لتحقيقه. لحد ما جه اليوم اللي قدرت أخرج فيه بجد، من غير خوف، من غير ما أبص ورايا. خرجت وعقلي بطل يقول نديله فرصة تانية، يمكن يتغير، يمكن يعرف يحب. لكن عقلي كان بيقول لي إني أستهل أحب نفسي وأصونها وأحميها. ودلوقتي أنا سمية جديدة، اللي خرجت من جوازها مخلوقة جديدة، مش مكسورة زي ستات كتير. دي كانت حكاية مدام سمية، وأنا جاية هنا أقول لها قبل أي حاجة أنا بشكرك. مش بس شكرا لأنك شاركتينا وجع مش أي حد يقدر يحكيه، بشكرك لأنك كسرتي الصمت وأشركتينا في رحلة تكونت من دموع وأوجاع وانكسارات، لكن في آخرها طلعت منها واقفة. مش بس واقفة، واقفة أقوى. يمكن اللي بيسمعونا دلوقتي شايفين إن مدام سمية اتطلقت وإن الطلاق كان هو الحل، لكن الحقيقة اللي حابة أقولها لكل ست إن الطلاق مش أول خطوة، الطلاق آخر خطوة. قرار كبير وتقيل، ومش هينفع يتاخد وانت واقفة على أرض مهزوزة أو رجلك مش ثابتة. حكاية مدام سمية مش بتقول لنا اتطلقوا، حكايتها بتقول قبل ما تاخدي القرار ده لازم تبني نفسك، لازم تعرفي تقفي على رجلك، تعرفي تتحملي الحياة اللي بره قبل ما تهربي من الحياة اللي جوه. علشان الحقيقة اللي الناس كتير مش بتقولها، إن اللي بيقويك النهاردة بالكلام مش شرط تلاقيه جنبك بكرة وقت الجد، واللي يزقك على الخطوة مش هيكون موجود وسط الليل لما الباب يتقفل عليكي وانتي لوحدك. في اللحظة دي اللي هيمد إيده ويطبطب عليكي هي إيدك انتي، واللي هيوقفك على رجلك هي رجلك انتي، واللي هينقذك من الضعف هو القوة اللي هتبنيها لنفسك. علشان كده قبل ما تقولي هسيبه، اعملي زي ما عملت مدام سمية، ابني نفسك، اتعلمي، اشتغلي، اسندي نفسك بنفسك. ولما يبقى قرارك مبني على قوة مش خوف، ساعتها بس هتبقي ماشية في طريق صح. وفي الآخر أنا بشكرك يا مدام سمية، مش بس لأنك حكيتي، لكن لأنك علمتينا إن الست ممكن تتكسر بس ما تموتش، وممكن تقع بس ترجع أقوى. علمتينا إن القوة مش حاجة تتولد معانا، القوة بتتخلق من كل وقعة، من كل خذلان، من كل وجع. وإن الست حتى لو اتهدت 100 مرة بتقوم. لو عجبتك الحلقة ما تنسيش تعملي لايك، وهستنى تشاركوني أفكاركم وآرائكم في الكومنتات. وما تنسيش يا كل أمرايا، سيلا بتقولك حبي نفسك، هي تستاهل كل شيء حلو.